كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر الله الغفور. وفي مدرسة صغيرة كان في 4 أصحاب دايما مع بعض: مريم الشطورة، ويوسف المشاغب، وسارة الطيبة، وآدم اللي بيحب المغامرات. وفي يوم المدرسة أعلنت عن مسابقة للرسم، والجايزة كانت صندوق مفاجآت ضخم. الأصحاب ال4 قرروا يرسموا لوحة مع بعض عن الصدق والأمانة. لكن قبل ما يسلموا اللوحة، يوسف كان بيلعب بالكورة في الفسحة، والكورة خبطت في اللوحة وقطعتها. يوسف زعل قوي واتجمد مكانه، وقلبه كان بيدق بسرعة وخاف يقول الحقيقة. لما رجعوا الفصل، مريم سألت وقالت: مين عمل كده؟ يوسف سكت، وسارة قالت: يمكن الهوا وقعها. لكن الموضوع عدى، بس قلب يوسف ما عداش. فضل طول اليوم ساكت، مش بيضحك، مش بيهزر. وبعد المدرسة ال4 قعدوا تحت شجرة قديمة في حديقة المدرسة. آدم قال: عارفين جدتي كانت بتقول إن في شجرة هنا اسمها شجرة الأسرار، اللي يقعد تحتها يقول الحقيقة وقلبه يرتاح. يوسف بص للشجرة وحس إن الكلام موجه له، وفجأة قال بصوت مهزوز: أنا اللي بوظت اللوحة وخفت أقول. مريم اتصدمت، وسارة زعلت شوية، بس يوسف كمل وقال لهم: أنا آسف ومستعد أصلحها وأتحمل النتيجة. سارة قالت بهدوء: المهم إنك قلت الحقيقة. مريم قالت: بس إحنا خسرنا المسابقة. يوسف قعد يبكي وقال: أنا عارف، وربنا أكيد زعلان مني. ساعتها عدت معلمة الدين جنبهم وسمعت آخر جملة، ابتسمت وقالت: تعرفوا إن من أسماء ربنا الغفور؟ ال4 بصوا لها باهتمام، وقالت لهم: الغفور يعني اللي بيسامح الذنب مهما كان. طول ما الإنسان ندمان وراجع له، ربنا مش بيفرح بعقابنا، لكن بيفرح بتوبتنا. يوسف قال لها: حتى لو كان الغلط كبير؟ المعلمة قالت له: أيوة، لو كان حتى كبير باب الغفران أكبر. يوسف رفع عينه للسماء وهمس وقال: يا رب سامحني. تاني يوم المعلمة أعلنت حاجة غريبة: رغم إن اللوحة اتقطعت ولجنة التحكيم عرفت إن فريق اعترف بالحقيقة واشتغل تاني مع بعض، وقررت تديهم جايزة خاصة باسم فريق الصدق. ال4 فرحوا جدا، بس يوسف كان فرحان أكتر بحاجة تانية: إن قلبه بقى خفيف ومبقاش شايل خوف. ومن يومها كل ما حد فيهم يغلط يفتكر إن ربنا الغفور، وإن أحلى حاجة بعد الغلط هي الرجوع والاعتراف. والعبرة من الحدوتة إن الغلط وارد، لكن الاستمرار فيه هو المشكلة. لما نندم ونطلب من ربنا السماح نلاقيه غفور رحيم، وباب التوبة دايما مفتوح. ولو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، وإن شاء الله هنكمل مع بعض اسم من أسماء الله الحسنى مع حدوتة جديدة من حدوتة صغنونة.